راشد أيضا يسأل، يقول بعض الناس إذا كان عنده معصية يقول ما يصلح أني أنصح الناس. وأيضا سأل يقول هل الإنسان الذي يجاهد بالمعصية ينكر عليه علنا أم ينكر عليه سرا مع الرفق واللين؟ جمهور العلماء يذهبون إلى أن الإنسان الواقع في المعصية ورأى إنسان يعصي الله ينبغي له، بل بعضهم يرى الوجوب أن ينكر عليه بالطرق الشرعية طبعا. فليس كل من هو عاص أو مقصر في جنب الله عز وجل ليس له الحق في المعصية. يعني شخص الآن يدخن، التدخين معصية، وشاف شخص يشرب الخمر يقول ما علي منه لأني أنا أدخن، لا، هذا واجبك، لأنه بيسألك أمام الله عز وجل، يقول فلان ابن فلان شافني وما أنكر علي وما علمني ولا نصحني ولا وعظني. شخص الآن يدخن، سامحوني المدخنين، يدخن مثلا، وواحد يكذب يقول والله أنا عشان أدخن ما أقول هذا حرام الكذب مثلا، لا، ما يصلح. حتى لو كان الشخص الآخر يدخن وأردت تقول له يا أنت المدخن مثلا، تقول والله الدخان ما في خير، اترك الدخان عنك، أنا والله واقع فيه وأسأل الله أن يتوب علي، ما في إلا الضرر وما في إلا الشر وما في إلا الخسائر وما في إلا الأمراض، ما في شيء. لا يجوز للإنسان أن يوقع نفسه بمثل هذا الأمر، أو أنه يحمل مثل هذه المشاعر، والله أنا ما دام أني مقصر، ما دام أني عاصي، ما علي من الناس. لا، غلط. ولذلك الإنسان إذا واقع في معصية سواء كبيرة من كبائر الذنوب أو صغيرة من الصغائر ينصح ويعظ ويقول يا الله أنك تتوب علي. وبعدين هذه سبب من أسباب ترقيع دينك، أنت قاعد ترقع دينك الآن، عندك معصية وتأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، ترقع دينك، فالله عز وجل يمحو هذه السيئة بهذه الحسنة العظيمة. وهذا الرجل الذي اهتدى على يدك حتى لو كنت عاصي لك مثل أجره من دون أن ينقص من أجوركم شيء. شفتم عظمة هذا الدين ومحاسن هذا الإسلام وخيرية هذه الملة، ملة عظيمة. لذلك أخواني بارك الله فيكم هذه مسألة مهمة. قضية والله إنه الآن يجاهر بالمعصية يختلف يا أخي الفاضل. فإذا كان فعلا الآن جاهر بمعصية ويدعو إليها، لا تنكر عليه عننا. يعني الآن يقول لكم اشربوا الخمر أو افعلوا الزنا أو كذا، تقول له اتق الله، تنكر عليه من الناس تبين له بأن هذا حرام. لكن هو واقع بمعصية فردية، لا تسلك معه المسالك الشرعية، تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. والله جل وعلا يقول قبل ذلك سبحانه وعز فقولا له قولا لينا. يقول جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم. يقول جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. يقول جل وعلا وقولوا للناس حسنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شان. فإذا رأيت مرتكب المعصية من الخطأ أنك تنكر عليه علنا أمام الناس، لأن هذا ليس أسلوب نبوي ولا منهج صحابي، وإنما هذا منفر، هذا ينفر. أما إذا كان مثل ما ذكرت لك هو واقف يدعو الناس إلى المعصية، نعم لك، لأن هذا يرد عليه من جنس ما يفعل.